مؤخرا بان فيديو ديال الياس المالكي في ستريم وفواحد الهاله هستيريه تيبكي قام بواحد التصرفات طرحت بزاف ديال التساؤلات. ارتاح صاحبي، زعما الناس صاحبي، الناس مغبونه صاحبي، الناس راه صاحبي، زعما الناس صاحبي نساو صاحبي زعما باش ندير لايف باش نعبس ولا كان بالصوت. بغض النظر على واش هادشي تمثيل ولا حقيقه، نطرقوا لهذا الموضوع من الجانب النفسي والاسباب الخفيه اللي خلات الياس المالكي بان في هذه الحاله هذه. باش نحط المشاهد في الصوره وعلى حسب ما يروج من كلام، هو انه الياس المالكي كان تيقوم بستريم، جات وسط ستريم وكلامه كتقول لي بلي واحد الصديق ديالو توفى. طبيعي الانسان في هذه اللحظه يوقف البث، يسد الكاميرا ويمشي يعيش الحزن ديالو بوحدو، ولكن الياس ما قدرش يدير هادشي. علاش؟ لانه مرتبط بستريم بمنصه كيك الجمهور، التزامات ماليه ونفسيه. هاد الربط تيدير واحد التناقض عامل. الالم الشخصي حقيقي ولكن كيولي محتوى معروض قدام الناس. هنا تيبان بحال شي عبد ستريم وباش هادشي هو اللي تيدخلنا في مفهوم العبوديه الحديث. المنصه والجمهور تحكموا في قراراتك بلا ما تحس. العبوديه الرقميه ملي تيولي ستريم قادر توقف البث حتى في مصيبه شخصيه. هذه علامه من علامات فقدان الحريه، ولا بحالها سلاسل غير مرئيه، فلوس، مشاهدات وتحكم من الجمهور. النتيجه الانسان كيتحول لمجرد محتوى حي، والله الانسانيه ديالو كتولي ماده للاستهلاك. هنا يمكن نطرحوا هذا السؤال الفلسفي: واش دموع الياس بقات دموع انسان، ولا مجرد مشهد في واحد الارض كبير كيستافد منه ناس اخرين؟ لا حتى الحزن مبقاش عندك الحريه تعيشو بعيد عن الكاميرا. واش ماشي هذه هي العبوديه الحديثه الرقميه؟ وهنا نقدروا نطرحوا سؤال اخر اللي تيخص الجمهور اللي تيتبع والمتتبعين: علاش الجمهور كيبقى يتفرج في دموع شخص اخر متألم وما كيحسش بالذنب حيت كيستهلك لحظه انسانيه بحال شي فرج؟ واش الجمهور حتى هو ولا مثل المنصه بحال الستريمرز؟ هذا السؤال تيخلينا نبعدوا الستريمرز تكلموا على الجمهور، خلي التحليل اعمق. حتى المتابعين المحسوبين في دوامه الاستهلاك هما جزء هاد اللعبه كبيره متحكم فيها من واحد الطرف. واحد الايادي الهدف ديالها هي هندسه وعي الجميع. بين دموع الياس المالكي ضحكات الجمهور يبان لينا وجه اخر ديال الواقع الرقمي، عالم كيستغل فيه حتى الالم الانساني ويحولوا عرض جماهيري. السؤال اللي كيبقى معلق: واش المنصات بحال كي هي اللي مسيطره علينا، ولا حنا اللي عطينا المفاتيح؟ وفي الاخير واش ما بقيناش كاملين دومه صغيره مسرح كبير يتفرجوا فيه ناس اخرين؟